السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. ويلكم باك في المراجعة الكاملة والنهائية لأرماني كود نسخة الاي دي بي. طبعا كان المفروض يكون فيديو واحد بس احنا قلنا عشان الفيديو مبقاش طويل نخلي الفيديو الأول فيديو انطباعات أولية، وده فيديو المراجعة النهائية بعد الاستخدام الكامل. أنا بقالي تقريبا حوالي أسبوع ونص أسبوعين حاجة زي كده بستخدم العطر أرماني كود اي دي بي. أنا طبعا قلت لكم الانطباعات الأولية بتاعتي عنه، إن شاء الله دلوقتي هقول لكم التجربة النهائية. أنا طبعا استخدمته استخدام يعني يكفي إن أنا أقدر أقول إن أنا أحكم عليه يعني كتجربة بالنسبة لي. طبعا زي ما قلنا العطر كنوتات، العطر بيبدأ بالماندرين او حاجه حمضيه جميله، وممكن طبعا ما يكونش اليوسفي بس، ممكن يكون في حاجات تانية كمان معاه زي ما قلنا، مش كل النوتات بتعلن يعني. وبعد كده بيبتدي يكون في النتميج او جوز الطيب، وبعد كده بيبتدي في الاخر خالص في القاعده العطر بيكون في تونكابين او حبوب التونكا، ودي حبوب سويتيه. اللي حصل طبعا ان انا استخدمت العطر بعد على طول ما، لو تفكروا الفيديو الاول كنت لابس الجلابيه اللي هي المغربي دي، وبعد ما خلصت الفيديو عملت ارتداء كامل للعطر، وبعدين شلت الجلابيه دي وعلقتها على شماعه، كانت شماعه بره مش شماعه جوه الدولاب. وده اتاح لي فرصه سبحان الله، لان انا ثاني يوم تعبت فقضيت اليوم كله في البيت، فبقيت بقى ايه داخل طالع على الاوضه بشوف الثبات والفوحان بتاع العطر عامل ازاي. انا عايز اقول لكم ان انا فوحان، طبعا الفرق بين الثبات والفوحان ايه؟ الفوحان اللي هو هيفوح حواليك لمده وقت قد ايه على بعد قد ايه، ده الفوحان. بعد كده الثبات بقى هو هيطول معاك على الجلد او على الهدوم لمده قد ايه، 5 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، في حاجات بتعدي اليوم. للامانه انا جلابيه او الجلباب او مش متذكر صح اسمه ايه اللي هو جبناه من المغرب ده، الجلابيه المغربي دي، فضلت انا كل ما ادخل الاوضه شامم ريحه. هي ريحه زي ما قلنا العطر ده كل حاجه فيه ناعمه قوي، كل حاجه فيه هاديه قوي، مفيش حاجه في وشك كده تحس ان كل النوتات اللي فيه متبطنه، مفيش حاجه واضحه وصريحه كده في وشك خالص. الثبات زي ما قلنا. الفوحان الاول، انا اسف، الفوحان الاول كان على بعد، الشماعه دي كانت على بعد مثلا ذراع مثلا مني، فضلت شممها طول اليوم، يعني تقريبا هي خدت ما تبقى من اول يوم وكملت كمان طول اليوم. ده فعلا اللي حصل. بعد كده بيبتدي الفوحان يقل شويه، المسافه بتاعته تقل شويه، بس الثبات تقدر تقول مش اقل من 6 7 ساعات، ممكن يوصل ل 8 ساعات كمان، فهو كثبات وفوحان هو ممتاز جدا. بالنسبه بقى للنوتات اللي حصل معايا التدرج عامل ازاي، في الاول انا قلت لكم ان هو كان كطابع سويتي او كحاجه مسكره، طابع بودري، ما كانش عندي مشكله فيه وكنت متقبله جدا في الاول. هو حاجه بصراحه، هو العطر اليجنت جدا، وهو طبعا 2024 يعني هيعجب ناس كتير. بس اللي حصل ان تخيل كده موضوع السويتنس او الحلاوه اللي كانت في الاول دي، تخيلها. هديك مثال، بما ان احنا قاعدين في كافيه يعني، بعض الكافيهات بيجيب لك ليمونه، الليمونه دي بتكون عليها شاش بحيث ان البذر ما ينزلش. فتخيل بقى ان الليمونه دي، الحاجه اللي جوه الليمونه دي هي حاجه باودريه، هي حاجه سكر بودره مثلا، وان اللي هيطلع من خلال المسام دي مش سائل، هيطلع عطر، هيطلع رائحه. ففي الاول تخيل كده ان المسام بتاعت الشاش ده هو بيكون فعلا تقريبا اكنه شاش طبي، المسام بتاعت الشاش ده كانت عماله السكاره او الحلاوه دي تنساب منها كده بشكل متقبل جدا بالنسبه لي. وبعدين بعد بقى في الدراي داون او قاعده العطر اللي هي التونكابين، وكانك كده جبت بقى حاجه سكينه كده وقسمت الليمونه دي اللي هي بقى مش ليمونه، وكانها حاجه كده شايله البودره البودره اللي هي يعني الحاجه الباودريه، البودره، السكر البودره ده، قسمت شقيت الليمونه دي بالنص او شقيت الحبوب دي بالنص، طلع السكر بقى انفجار كبير جدا من السكر او من التونكابين، which is too much sweet for me. سكر كتير قوي عليا، يعني ما اقدرش استحمل، انا ما بستحملش الحاجات المسكره كتير بصراحه. ف not my cup of tea. كتوظيف انا استخدمته طبعا في الصباح واستخدمته في شغل، رغم ان انا قلت ما ينفعش في شغل وما ينفعش في الصبح يعني، بس عشان كنت حابب ان انا اتاكد هل انا كان اقتراحي او كان وجهه نظري صح، وانا اتاكدت بصراحه ان هو كان صح. ما شفتوش ينفع العمل خالص، دي وجهه نظر شخصيه يا جماعه، انت ممكن ترتديه في اي حته زي ما تحب، لكن انا اتاكدت ان هو ما ينفعش للعمل، مش مناسب للعمل، حسيته ديليكت متدلع زي ما انا قلت في العمل. والصبح برضه رغم ان انا الكلام ده كان في شهر 11 تقريبا، اي حد بالمناسبه بيحب السكر هيعجبه جدا العطر ده، هو مناسب جدا زي ما قلت لك في الاجواء الشتويه. ثباته وفوحانه ممتاز بالساعات زي ما قلت لك، هو كمل معايا اليوم، بس ترتدي ارتداء كامل، والارتداء الكامل ده ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم عليه. بس يا جماعه احنا بنجيب العطور زي ما انا اتعلمت من احد المراجعين اللي انا بحترمهم جدا، دكتور محمود النجدي، احنا بنجيب العطور عشان نستمتع بيها. فما تقوليش هي هتخلص، هي كده كده هتخلص. هو الفكره بقى مش السؤال هي هتخلص ولا لا، السؤال هي لحد ما تخلص انا هستمتع بيها ولا لا. فالارتداء الكامل ده من 8 ل 10 رشات، مش اقل من كده. في حاجه طبعا بتبقى اكتر من كده انها بتبقى ضعيفه جدا، في حاجات بتبقى لا ما ينفعش تزود عن
3 او 4 اصل بتبقى عطور ثقيله جدا يعني. لكن بالنسبه للالماني كود انا كنت شايف ان هو من الحاجات اللي محتاجه ارتداء كامل. جربه زي ما انت شفت كده، جرب، دونت تيك ماي وورد فور ات. لو انت بتحب الحاجه السوتيه هيعجبك جدا، هينفع ليالي الشتاء البارده وممكن الدافئه. هو ايه ليالي الدافئه والبارده يعني؟ لو ايا كان الجو بالليل ايه في الشتاء هينفع معاك. ده كان تجربه نهائيه لعطر ارماني كود نسخه الاي دي بي 2024. مش محتاج اقول لك انك تعمل لايك، لازم تعمل لايك. ده اول فيديو مراجعه كامله لعطور، الله اعلم هنكمل لحد امتى، فمحتاجين نشوف مين الناس اللي كانوا معانا في الاول. هنكمل بعد شهر، بعد 2، بعد 3، بعد سنه، الله اعلم. فلازم الناس اللي اول حد يعمل لنا تعليق على اول مراجعه عطور يا ريت تعمل لنا تعليق. وطبعا لو عجبك الفيديو اعمل شير. دي كانت تجربه العطر. اشكركم جدا وربنا يعطركم دايما بالذكر في الدنيا وبالجنه في الاخره، والسلام عليكم ورحمه الله.